والله شباب، وحياكم الله. شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. ورجعنا لكم حلقه جديده وفيديو جديد. حلقتنا هذا اليوم راح تكون عباره عن شلون تحصل على يوزر خماسي وسداسي رباعي فقط. هذا شرح اليوم. لا اقول لك تحصل بيوزر رباعي، لا يوزر رباعي ولا ثلاثي. هذا حلقتنا اليوم. انتم طلبتوها اكثر من شخص راسلني، وانا امس نزلت بقناتي بالتليجرام كم يوزر مميز نزلت للمتابعين مجاني، ما ألف عافية اللي أخذاه. مثل ما تشاهدون هذه اليوزرات اللي وزعتها البارحة على قناتي بالتليجرام، وإن شاء الله مش ما أحصل يوزر رباعي أو خماسي أو سداسي مميز راح أنزله لكم بقناتي وبالعافية على اللي ياخذه. المهم ما أحب الفيديو يطول عليكم ويصير بملل. قبل ما نبدأ بالشرح يا شباب، اللي أريده منك تخلي لايك للفيديو وتشترك بالقناة إذا كنت ما مشترك. خلونا نروح ونتعرف. اليوم راح يكون لا من رابط ولا مشي. هذا اليوم راح أعلمك شلون إنه أكو بوت. هذا البوت راح يدز لك مجموعة من الروابط كلش هواي، اللي هذا بملف، والملف بكلش هواي من اليوزرات سداسية، ارقام مكررة، ارقام يعني مميزة مثل ما تقول، احرف مميزة، احرف متكررة. هذا الفيديو كلش حلو ومرتب، حبيته، وانا حصلت عنه اكثر من يوزر ونزلت لكم بقناة التليجرام، وهواي يوزرات انا حبيتهم وحفظتهم عندي. حتى ما احب عليكم الفيديو طول، خلونا نروح ونتعرف على الطريقة. مثل ما تشاهدون يا شباب، هذا هو البوت. راح اخلي لك الرابط مالته بقناتي بالتليجرام، وراح اخلي لك الرابط مالته ايضا بالوصف. ما عليك فقط تنقر على ستارت تنطي بدء، تجي على الخيار الثاني اللي هو هذا، تنقر عليه، راح يحولك مجموعة من القنوات تشترك بيهن حتى انه يفتح عندك هذا. مثل ما تشاهدون هسه راح يخيرك، يقول لك تكرارات بالاحرف، تكرارات بالارقام. انت شنو تريد مثلا حسب الشيء اللي يناسبك. انا مثلا انه اريد تكرارات بالارقام او بالاحرف. هسه انا على سبيل المثال انه راح اختار تكرارات بالارقام. العفو، ضغطت عليه بالخطأ، احذفه وانطي تكرارات. هسه مثل ما تشاهدون جاي يقول لك اختار خماسي تكرار بالارقام، سداسي تكرار بالارقام. انت شنو تريد حسب الشيء اللي يناسبك. انا اليوم على مود الشرح حتى ما يطول عليكم واحصل لي على يوزر قدامكم، راح اختار يوزر سداسي تكرار بالارقام. مثل ما تشاهدون يا شباب، راح يقول لك يا بنتظر ودز لك ملف هذا خاص، وايضا راح اختار مره ثانيه وراح يدز لك ملف، واختار مره ثالثه ايضا راح يدز لك ملف. واذا تلاحظون الملفات كل ملف وبيوزرات خاصه به، وكل ملف انه بمجموعه من اليوزرات، كل ملف بخاص بوحده. مثل ما تشاهدون راح ادخل على الملف، راح يفتح لك اياه باي صيغه انه عندك جهازك. مثل ما تشاهدون هاي اليوزرات كلش هواي، وبيها يوزرات مميزه وبيها يوزرات حلوه. هسه على سبيل المثال نختار لنا اي يوزر لا على التعيين. مثلا هسه هذا اليوزر وانسخه وراح اجربه بالانستغرام. خليني اروح ادخل على الانستغرام وشوف. مثل ما تشاهدون يا شباب، هسه هذا حسابي الاساسي راح اجرب به، هذا معرف الاصلي بس. مثل ما تشاهدون هسه اليوزر مباشرة بس انقر صح راح يصير اليوزر هذا خاص به. مثل ما تشاهدون شلون يوزر حلو مميز، C74D6. هذا اليوزر كلش حلو مميز. احنا نشوف يوزرات هواي بس ما مرتبه، بس بهذا الرابط او هذا الموقع اللي راح انا حاليا جاي استخدمه واشرح بيه، تلقون يوزرات بيه كلش هواي مميزه. بعدها انت تدخل على اي يوزر اللي تريده انت وتشوفه فارغ او لا، راح تلقى مئات من اليوزرات فارغه بدون اي شيء وانت تقدر تستخدمه. مثل ما تشاهدون هسه هذا 2C007. انا ما احب الفيديو يطول عليكم واجرب كل اليوزرات اللي انا جاي اشوفهم قدامي. انت بعد تروح تجرب اليوزر اللي يناسبك انت وتختاره وبالعافيه عليك. هذا كل ما يخص فيديونا اليوم انتهى. ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا عجبتكم الحلقه خلي لايك للفيديو واشترك بالقناه اذا كنت ما مشترك. مع السلامه واحبكم هواي هواي.